السلام عليكم ومرحبا بكم في كوزينتنا دي زاد. اليوم جيتكم بالبنيون، بما أنا في وقت الأفراح والنجاحات. أكيد راكم تحضروا وتفرحوا وليداتكم وروحوا مباشرة للمقادير والتحضير. هنا في الغيسيبيون درت بالكيلة الصغيرة تاع القطايف محمصة، كذلك كيلة تاع كاطو. نتوما ما حبيتوا الكاطو تحبوا ديروا ماكاو، تحبوا الابيض نتوما واش عندكم في الدار. كذلك كيلة تاع مكسرات. انا خلطت المكسرات مع بعضها، الجوز والكاوكاو. حبيت ندير البنه هذيك. كذلك نضيف مغرفه اكل مارغارين او زبده. انا درت ديما لوغو تاع الزبده. دوك نخلطهم هكذا مع بعضهم، يتبسس لي يعني الكاطو بلا ما نكسرو يعني يرطاب لي. وكذلك القطايف اللي تمد لي القرمشه هذيك هكذا كما راكم شايفين. راني نخلط به تخش لي برك بلا ما نمحر بيديا. هنا من بعد ما بسست درت بالماكسون شوكولا تارتيني، ندير بالمغرفه ونخلط ونشوف. انا بصراحه نحب نخدم بلا ليكون، نشري ندير بيديا باه نحس باللاباط كيفاه تجيني. لهنا مازالت محتاجه شوكولا. اخترت شوكولا ماكسون ماهيش حلوه بزاف، تعطيني هذيك البنه وتلم لي كذلك الخليط هذا تاع القطايف والكاطو والمكسرات. هكذا نلم بشويه حتى نتحسن عفوا حتى نتحصل على عجينه متماسكه. نضيف مرة أخرى تاع شوكولا تحتيني. تحبوا تخدموا في الدار بالكاكاو والحليب، وديروا وكمية تاع الزيت تتحصلوا على شوكولا تحتيني ولا تشريو. هنا بعد ما شكلت عجينة راح نزيد توفيا كراميل. أنا مازلت مغسلتش يديا، على بالكم راني نخدم بيديا مانيش مديره ليكون. واكيد حنا يدينا نظاف. هكذا شكلت على عجينه وجدت امامي مول سيليكون. شوفوا كيف جات طريه، ما تكونش يابسه وما تكونش جاريه. هذا هو المول سيليكون دومي سيركل. وانتم واش حبيتوا تحبوا ديروا ديكاري قلوب، نتوما ما حبيتوا. انا درت هذا وندير حفره في النص كما راكم شايفين باش نملا الوسط هذاك. هنا درت شوكولا تارتيني تاع البيستاش. راني خدمتها للقناه وان شاء الله نحطها لكم وتشوفوها هايله. حتى لا فاكس هذه جات البنه تاعها ولا اروع، يعني تاكلوا منها ما تشبعوش بها. هكذا راني ندير في المول كذلك نفتح في النص باش نقدر ندير شوكولا تارتيني تاع البيستاش. هنا درت جوج حبات ومن بعد نكمل الباقي. هنا الشوكولا نتوما تتحكموا فيها واش ديروا. هذه الشوكولا تاع البيستاش واحد البنه فيها خطيره.
ودركا نغطيه بالعجينه تاع البنيون هكذا، ما نضغطش بزاف باش ما يخرجليش هذيك الشوكولا. ندير بالعقل، نسوي السطح جيدا. هذا البنيون هذا ماشي نطيبوه، هذا يحطوه يبرد. تابعوني حبيباتي لاخر فيديو بتكتشفوا هذا البنيون كيفاه جا ولا اروع، ساهل يعني توجديه ليه. هذو اللي يقلقوا مع الكاطو يحبوا الحاجه ليه. جبت لكم هذه الوصفه، هذه سهله وبنينه روعه. هنا بعد ما كملته كامل نحطه في الكونجيلاتور ولا الفريجيدير، اعطيله وقته في البروده. لهنا حضرت شوكولا دادا، درت 200 غرام، 40 غرام تاع زيت، وكمشه تاع كاكاو. نتوما واش عندكم من 100 غرام حتى 125 غرام. هنا بعد ما قطعتها سخنت الزيت جيدا، يعني هذه العفسه هايله. سخنوا الزيت مليح وديروا على الشوكولا. لهنا انا خلطت شوكولا نوار وشوكولا اولي باه ما تجيش حلوه بزاف وما تدقهمش. شوفوا كيفاه ذابت بلا ما نحطها فوق النار. الزيت هذاك هو اللي ذوبها لي. شوفوا كيفاش راني غير نخلط امامكم، يعني ما حذفتش الفيديو باش تشوفوا سر نجاح الشوكولا كي تذوب. شوفوا كيف راهي تلمع وذابت كامل. دوكا نضيف المكسرات كما راكم شايفين، يكون اشي ما تكونش رطب، يعني احرش هكذا. راني موجده امامي بلاطو، درت فوقو بابي كويسون، ورق الطهي. هاو بعد ما جمد لي شوفوا الشكل تاع الحبه، يعني ما عندي واش نزيد ندير لها. دوكا غير نقلاصيها. هذه هي ساهله مهله كما قلت لكم، تجي على وقفه، يعني ليه ما تعطلي ما والو. جاو شغل دي روشي. سيرتو كانت بارده تمسكت فيها الشيكولا. هكذا ننفضها مليح من الشوكولا والمكسرات باه تجي الغلاف تاعها مليح، ما يكونش خشين بزاف وما يكونش رقيق سميك. اوبس تقلبت لي وتصرالنا صرا اي واحد كيقعد يقلاصي في الكاطو. هنا درت صابلي على قيس الحبه تاع البنيون، ونحط شويه شوكولا تارتيني كما راكم شايفين هكذا. صابلي كنت موجداته من قبل، يعني وجدته البارح، واليوم حضرت البنيون باه تجيني الخدمه مثل ما نخلصها. هكذا ندير كل حبه فوق حبه تاع الصابلي. الشكل جا هايل. درت الورق الذهبي فوق كل حبه تاع البنيون. حبيباتي نتمنى تجربوه وتذوقوه وتعرفوه باللي هذه الوصفه ولا اروع، سهله وزاكيه وبنينه بالبزاف. بنينه اكدوا لي على البنه والقرمشه. دوك نقسمها لكم على زوج، دوك تشوفوا كيفاش جات طريه. الله الله عليها.
اما الصابلي جاي يذوب في الفم. شاهدكم في الجنة حبيباتي، ومع السلامة في فيديو آخر إن شاء الله.